أعزائي المشاهدين ومشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج المطار. دايما بنتعرف مع بعض على كل ما هو جديد في مجال المطارات والسفر من خلال فقراتنا المتنوعة داخل برنامج المطار. أولها دايما بتبقى فقرة الأخبار المحلية والعالمية، ثم فقرة لقاء مع مسؤول، وأخيرا اللقاء مع السياح واللي بنتعرف من خلالها على أهم الأماكن السياحية اللي بيحبوا يزوروها وإيه كمان رؤيتهم لمصر. بفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة المطار 770@gmail.com. مستنيين طبعا كل اقتراحاتكم على ايميل البرنامج. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وبرنامج المطار. ودلوقتي جمعنا مع فقرة الأخبار المحلية والعالمية. شركة طيران خاصة تبيع 4 مليون مقعد ب11 ريالا خلال يومين. باعت أحد شركات الطيران الخاصة السعودية قرابة 4 مليون مقعد على رحلاتها الداخلية والدولية، وسجلت رقما قياسيا في عدد الرحلات على موقعها الإلكتروني، وذلك خلال أول يومين من إطلاق حملاتها الترويجية الكبرى بأسعار الرحلات الداخلية، والتي بدأت من 11 ريالا فقط، والرحلات الدولية ابتداء من 111 ريالا فقط، في أكبر تخفيضات لشركة طيران خليجية وعربية. وتقدم شركة الطيران الخاصة خدماتها إلى 32 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك انطلاقا من مراكزه الرئيسية في كل من الرياض وجدة، كما ينفذ في الوقت الحالي خطة لتوسيع شبكة رحلاتها وخدماتها عبر برنامج طيران الرحلات العالمية، والذي يهدف إلى نقل 20 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020. صرح وزير الطيران بأنه سيتم طرح جزء من مشروع سيتي للمستثمرين في فبراير القادم. قرر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني طرح جزء من مشروع سيتي مدينة المطار في شهر فبراير القادم أمام المستثمرين في المؤتمر الذي عقد في مدينة شرم الشيخ. وقال وزير الطيران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الطيران المدني الاثنين الماضي أنه تم الانتهاء من دراسة المشروع، وتم عقد اجتماعات مع هيئة الاستثمار، وتم الاتفاق مع عدد من البنوك الاستثمارية حول هذا الشأن. وسيتم طرح 3,200,000 متر لإقامة المشروعات أمام المستثمرين، ويشمل المشروع كافة الأنشطة بنظام حق الانتفاع BOT. وأوضح أن مصر بهذا المشروع ستكون الدولة رقم 19 على مستوى العالم التي تقيم مشروعات مدن مطارية. وأوضح الوزير أنه سيكون هناك خط سكة حديد جديد بين ميناء العين السخنة ومطار القاهرة الدولي بعد إنشاء الإيرتي، وذلك بهدف خدمة الاستثمار ونقل البضائع من ميناء العين السخنة إلى قرية البضائع. عصمت ومحجوب يتفقدان مطار الغردقة الدولي لاستعراض المبنى الجديد. قام الدكتور مهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء طيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بالتوجه إلى مطار الغردقة في زيارة تستغرق 24 ساعة للوقوف على اللمسات الأخيرة لافتتاح مشروع المبنى الجديد للمطار. واستعرض عصمت ومحجوب في زيارتهم آخر التطورات والمستجدات التي تم تنفيذها في المشروع،
وذلك في مطار الغردقة الدولي، والتي من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي والافتتاح للمبنى قبل نهاية العام الجاري. الصيانة من أهم الأشياء اللي بتحافظ على أي منشأة، وإحنا النهاردة في مطار شرم الشيخ. طبعا ما زال تيرمينال 1 وتيرمينال 2 بيزداد أكثر تألقا مما كان عليه. طبعا المنشأة دي بقالها من 2007. وراء طبعا كل هذا العمل أكيد مهندسين بيعملوا بصفة مستمرة. يسعدنا النهاردة يكون معانا المهندس ياسر جاهين مدير عام الهندسة. أهلا بحضرتك على الشاشة الفضائية. اهلا بيكم يا فندم، منورينا ودايما منورينا في مطار شرم الشيخ ان شاء الله ومدينه شرم الشيخ. احنا طبعا النهارده بنشيد، احنا شايفين طبعا المبنى العملاق ده. المبنى طبعا واخد طراز مختلف عن اي مطارات اخرى. يمكن العمق بتاعه ارتفاعه ليه طابع خاص بمطار شرم الشيخ. وطبعا شفنا الصيانه اللي بصفه مستمره تيرمينال 1 وتيرمينال 2 كانه لسه مش بقاله من 2007، كانه لسه مثلا معمول لسه السنه اللي فاتت او كده. قول لنا حضرتك ازاي بيتم الحفاظ والصيانه بصفه مستمره للمنشاه ده او مبنى مطار شرم الشيخ؟ طبعا هو الحمد لله تعالى المبنى ده متفرد جدا في الطراز المعماري بتاعه، وطبعا ما فيش حاجه من غير ثمن. لما بيبقى مبنى متفرد في الطراز المعماري بتاعه بيحتاج شكل معين وشكل خاص وتولز، ادوات ومان باور، ناس مدربين ومؤهلين للمحافظه عليه. فالحمد لله تعالى اداره الهندسه، الاداره العامه للهندسه في مطار شرم الشيخ ليها تنظيم اداري جيد مرن وفليكسبل بيسمح لها بانها تؤدي دورها، علاوه على بعض الوسائل اللي الحمد لله تعالى ازعم ان احنا من المطارات القليله اللي بتقوم باستخدامها للمحافظه على صيانتها. وعلى زي ايه يا فندم؟ زي احنا هنا في برنامج او نظام للإدارة اسمه Building Management System، الإدارة الآلية للمباني. بداية الصيانة هي المراقبة والمتابعة. لما أنا بقدر كل الفاسيلتيز بتاعتي أقدر أراقبها عن طريق الكمبيوتر، فبتقلل لي المان باور وبتزود لي الكواليتي بتاع الأوديت اللي أنا بعمله، وبالتالي بقدر أكتشف العطل بسرعة جدا. بقدر أدير المنظومة أحسن إدارة لتقليل التكلفة. زي مثلا أدي لحضرتك مثال، ولنفرض وقت الغروب بيختلف من يوم لآخر. من خلال برنامج إدارة الصيانة ده أنا أقدر أتحكم في النور ينور إمتى، لأن أنا ممكن مثلا لو ما عنديش البرنامج ده فممكن يوم أنسى إن الغروب كذا، أشغل بدري أشغل متأخر. ده بيقدر يحدد لي الوقت المناسب للإنارة، وبالتالي الكهرباء طبعا على الفاضي طبعا بوفر فلوس. ده مثل، إنما هو بيراقب كل الفاسيلتيز، مراقبة للإدارة وللصيانة. من الأدوات القوية جدا اللي بنمتاز بيها هنا برضو الحمد لله في مطار شرم الشيخ، يمكن احنا من أوائل المطارات اللي عملت دليل للصيانة. والدليل ده مش معمول يدوي او مانيوال. الدليل للصيانه يعني مقصود بالظبط، مقصود ايه دليل الصيانه؟ دليل الصيانه يعني هو جميع عناصر اللي موجوده في المطار من صيانه وقائيه وصيانه علاجيه، بتخش جميع العناصر دي في البرنامج، وكل عنصر منه ليه اجراءات محدده، الكل ملتزم بستاندر معين لتحقيقها. يعني عشان اقدر اقلل الفرق في القدرات البشريه بين الاستاف، ولد شاطر قوي وولد نص نص وولد، فلا انا عملت عشان كده نعمل ستاندر لكل اجراء ببروسيجر بستبس بخطوات واجراءات، كل واحد يخش ملتزم بيها، لازم يعمل الحاجات دي عشان اقدر اضمن quality of maintenance او جودة اعمال الصيانة. وده بيخلي كمان مش معتمدين على عنصر بشري، سواء هو موجود او مثلا متغيب عدم وجوده في المكان ده. ما يبقاش مثلا الدنيا كلها هتمشي وبنفس الطريقة وبنفس مستوى الجودة، صح كده برضه؟ تمام فندم. هو طبعا انا لا غنى عن العنصر البشري لان هو اللي بيدير المنظومة دي كلها، انما هو كل اللي بتعمله البرامج دي
ان بتقلل تكلفه العنصر البشري، لان بدل ما كل مهندس بيلف على الفاسيلتيز بتاعته او على الانظمه والاجهزه بتاعته المتعدده في المطار، لا انا مونيتورنج للسيستم من خلال مهندس واحد بس بيراقب كل الانظمه دي، فبقلل التكلفه كتير، علاوه على ان المكنه ما بتغلطش. العنصر البشري المدرب والمؤهل لكل ده، لان استخدام الانظمه الحديثه دي بتبقى محتاجه عنصر بشري مدرب وعالي قوي وفنياته عاليه ويقدر يستوعب كل التكنولوجي دي وياخد قرارات طبعا تعليم. ده أهمية التدريب في أي حاجة بنعملها في الحياة، لازم التدريب المستمر بصفة دورية طبعا. طب لو النهارده طبعا شفنا تيرمينال 1 وتيرمينال 2 لسه ما زال بجودته وكأنه لسه معمول من السنة اللي فاتت من سنتين، ورائي ده؟ والله هو وراء، يعني انا معلش ساعات ما بدخلش العواطف في الشغل، بس احنا بشر مش مكن في النهايه. الناس منتمين للمكان ده، المكان ده طلع هم شافوه، هم اللي طلعوه، فالناس منتميه للمكان وغيوره جدا عليه. وبسم الله ما شاء الله، يمكن من الميزه هنا في شرم ان معظم الاستاف شباب، فالشباب حالم وعنده حلم، هو كل اللي هو محتاجه ان ياخد فرصة لإظهار مواهبه وقدراته مع مديرين أكفاء القدرات الذهنية بتاعتهم تستوعب كده وتقدمهم بشكل مناسب وتعطيهم من الخبرات المكتسبة دي. صدقيني بتبقى منظومة غاية في النجاح والإشراق يعني. والوقت اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، بس احنا دلوقتي يمكن ابروتشنج للمغرب في الظهر في الاير سايد. يعني لو اتكلمنا، انت حضرتك يمكن ذكرتي في الصيانه المبنى والتيرمينال، بس عايز اقول لحضرتك حاجه بامانه شديده. المطار بالنسبه لمهندسين المطارات هو الاير سايد، لان الاير سايد مش بقى احنا كمطار شرم الشيخ عاملين ستاندر للصيانه بتاعتنا والكواليتي بتاعتنا هنا، لا ده ستاندر دولي. الصيانه هنا ازعم، يمكن للاسف ده حقه مهضوم شويه الصيانه في الاير سايد، بس ازعم ان المجهود اللي بنبذله في صيانه الاير سايد 70 او 75% من اللي حضرتك شايفاه. هو ده السيفتي اوبريشن اللي هي بتديك الرانك والديجري بتاعك كمطار. Welcome to Egypt and welcome to Sharm el-Sheikh. What's your name? Thank you very much. My name is Sergey. I love Egypt. Not only I, all our Russians love Egypt, especially Sharm el-Sheikh, Hurghada. We love Egyptian people. They are very kind-hearted. They are very friendly. Yeah. And anytime if you need something, you can ask them, could you help me or explain me, look like that, and they do it with pleasure. So I love Egypt. This is the first time to visit Sharm el-Sheikh. Each year I'm traveling with my family, with my wife, here to Sharm el-Sheikh, or maybe the second time, I mean twice a year I travel to Egypt. One time in Sharm, the other one in Hurghada. This is the second time for you? No. Here in Sharm el-Sheikh, I have been approximately 15 times. For the last 10 years, yes, in Sharm el-Sheikh. 15 times in Sharm el-Sheikh? Yes, exactly. So what made you interested every time to visit Sharm el-Sheikh? If I said before, I love Egypt. Yeah. I like flora and fauna of Red Sea. I like take rest here in your friendly, kindly beach with very nice service. If you don't mind, it's not advertisement. Usually I have rest in Hotel Sharm el-Sheikh. So I stayed Sharm el-Sheikh, Resort Hotel, and some of the others. What are the difference you note this time in comparative with last time? The previous visit. I didn't find huge differences, but nothing have changed, except people became more friendly.
service increase, I mean the level of service. More security system. Oh yeah, more security system, since inshallah. وبسرعة خلص وقتي معاكم النهاردة، يا رب تكونوا انبسطتوا بيه معانا. بفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة، المطار 770@gmail.com. مستنيين طبعا كل اقتراحاتكم على إيميل البرنامج. استنونا الجمعة الجاية وفي نفس الميعاد والجديد على المطارات والسفر وبرنامج المطار.